السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكورة مع صبري. طبعا قبل ما نتكلم في التعليق على مباراة الزمالك مع المقاولين والأهلي مع سموحة، بنطلب طبعا من أخواتنا وكل مشاهدينا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والتعليق علشان يصلك او يصلكم كل جديد عن القناة. طبعا اتفرجنا على مباراة الزمالك مع المقاولين واصرار المدير الفني فيريرا على بعض اللاعبين اللي عليهم علامات استفهام. طبعا احنا ما بنلومش حد، هو كل لاعب عاوز يطلع يعني اقصى ما عنده علشان يفضل كويس ويفضل في نظر المدير الفني والجماهير، يعني لاعب مقاتل. بس احنا عندنا بس يعني بعض التحفظات على اللاعبين. يعني احنا شايفين اللعيبه، واحد مثلا زي عمر جابر مستواه مش ما بيتقدمش من اول ما كان في الزمالك من 2014. يعني ما فيش تغيير، المستوى ما فيهوش تغيير، لاعب جوكر بيلعب في كل الاماكن بس ما بيجدش في اي مكان من الاماكن بصراحه. يعني مش ملوش تاثير ايجابي في الفريق، بالعكس هو لاعب يعني سلبي على الفريق. يعتبر الزمالك بيلعب قصاد 12 لاعب مش 11 بسبب ان احنا عندنا عمر جابر. وفي اصرار من المدير الفني غريب بصراحه، مش عارفين ايه المبررات بتاعته، بس لحد ما هو يقتنع ان هو اصلا ما بيأديش فيقعدوا على الدكه. لان عمر جابر جاي في صفقه تبادليه، يعني الزمالك كان رايح بيراميدز علشان خاطر دونجا، فلما يعني لقي السعر متغالي شويه فجاب دونجا وعمر جابر مع بعض في الصفقه. فنتمنى بس ان من المدرب فيريرا ان يعني يراجع نفسه في تغيير عمر جابر او البدء بيه بمعنى صح. محمد اشرف روقه الراجل ده يعني مجتهد، ولكن احنا كنا بنعتمد عليه في الفتره اللي ما كانش فيه صفقات في الزمالك. دلوقتي الزمالك يعني مدجج باللاعبين، وبالذات في المركز بتاع محمد اشرف روقه. عندنا نبيل عماد دونجا ما ينفعش يقعد بره تغيير ورؤى بيلعب في الملعب، عمرو السيسي. فيعني بنتمنى بس اللعيبه اللي هي يعني اقل في الخبره ممكن الزمالك يستغنى عنها في سواء يبيعها او يطلعها اعاره، بحيث ان احنا يعني ما يكونوش نقطه ضعف للفريق. وشفنا المباراه اللي فاتت كان مباراه من اسوأ المباريات للزمالك. مفيش انياب هجوميه، مفيش الحماس، مفيش طبعا يعني اللاعب الموظف اللي هو بياخد الكرة من ده يديها لده وياخد من ده. مفيش ايجابيه في اللعب. وبالنسبه صفقات الاجانب، يعني الزمالك فريق كبير، ما ينفعش ان انا اجيب لاعب وافضل اعالجه ليه 5 شهور بيتعالج. يعني في المفروض ان زي الدوريات الاوروبيه، اللاعب لما الفريق يعني بيحتاج ان هو يشتري لاعب، بياخده يعمل له كشف طبي الاول علشان يشوف عنده اصابات ما عندوش. مثلا عنده اصابات مزمنه، بنعرف بيبقى في تقرير طبي. ما ينفعش واحد زي ده جه لعب ماتش واحد بس اللي هو بتاع الهلال، كان السوبر المصري السعودي، ومن ساعتها وهو بيتعالج ايه؟ هو اتضرب بالنار؟ بيتعالج من ايه؟ واللاعب التاني طبعا سامسون اكينولا، احنا مش عايزين نحكم عليه من دلوقتي، بس السي في اللي اتفرجناه عليه باهدافه وتحركاته، يعني هو لعيب كويس. بس يعني اللعيب الكويس برضو بالنسبه للاعيبه الافارقه يعني ما نعتمدش عليهم الاعتماد الكلي، لان في فرق بتختلف عن فرق. يعني فريق زي الزمالك ده فريق بطل، فالفرق اللي هتلعب قصاده هتكون بتلعب جون ديفنس، يعني بيلعبوا دفاع منطقة. فطبعا مش هيكون في المساحات الكافية للمهاجم اللي هو يعرف يعمل فيها اللي هو عايزه. فمن هنا يعني
بنقدر ان احنا نحكم على المهاجم ان هو فعلا مهاجم سوبر يستحق ان هو يلعب في فريق كبير، ولا ده مهاجم من الفرقه الصغيره اللي هي لما بتلعب مثلا قصاد الزمالك، فالزمالك بيبقى بيلعب يعني فاتح خطوطه، فالمهاجمين بيظهروا زي والتر بواليا اللي كان بيلعب في الجونه. وطبعا لما جه الاهلي مفيش، لكن لما كان بيلعب قصاد الاهلي والزمالك كان بيظهر. ليه؟ لان الاهلي والزمالك عمرهم ما هيلعبوا دفاع منطقه قصاد الفرقه دي، فبيلعب وهو فاتح خطوطه، فبالتالي اللعيبه الافارقه بتظهر. وانا كتير هيشاركني الراي ده. فمش مش اي مش يعني مش اي مهاجم ان انا اشتريه وخلاص. لازم العين الخبيره اللي يعني بترصد اللعيبه يكون عندها يعني حنكه في اختيار المهاجمين واختيار العناصر اللي تنفع تلعب اهلي وزمالك. مش ان احنا نروح ندفع فلوس ودولارات في اي حد والسلام. برضو نفس القصه في الاهلي. طبعا احنا عارفين ان المدرب كولر مستاء من اداء الفريق في المباريات الاخيره، وطبعا بناء عليه الاهلي هيحاول يدعم صفوفه في يناير في الانتقالات الشتويه، وهيضحي خمس لاعبين. دي اخر الاخبار اللي وصلتني. من ضمنهم محمد محمود، المدرب مش مقتنع بيه ومخرجه بره حساباته خالص. اللاعب التاني حسام حسن، الاهلي بيفكر ان هو يطلعه اعاره، والاقرب نادي سموحه هو اللي عايزه. اللاعب التالت زياد طارق، برضو المدرب مش محتاجه خالص ومستبعده. اللاعب الرابع مصطفى سعد اللي هو الشهير بميسي. وفي الاخير محمد فخري. دول 5 لاعبين الاهلي هيستغنى عنهم علشان يدعم صفوفه في يناير. وطبعا الاهلي في انتظار باك يمين، يعني هيكون مفاجأة ان شاء الله. مش هنعلن عنه دلوقتي، بس هيكون مفاجأة. طبعا ده بما يخص مباراة الاهلي والزمالك الاخيرة. ونتمنى يعني للزمالك في الفترة القادمة او في المباراة اللي جاية، طبعا هتكون مع الاسماعيلي يوم الخميس الساعة 7. والاسماعيلي زي ما الاخبار وصلتنا حالا في تغيير جهاز فني جديد، فالمباراة القادمة للزمالك مع الاسماعيلي هتكون صعبة. لان طبعا علشان مدير فني يمسك الفريق في اول مباراة، فبكون كل اللعيبة عايزة تظهر بمستوى احسن بحيث ان هي تحجز مكانها في التشكيلة الاساسية. وده طبعا ده يعني اساسي. فالمدرب اللي مسك الاسماعيلي النهارده يمكن من ساعة واحدة بس، الكابتن احمد حسام ميدو، معاه الكابتن محمد عبد المنصف مدرب لحراس المرمى. وان شاء الله بكره الثلاث او النهارده الثلاث هيقودوا التدريب، اول تدريب للمدير الفني الجديد استعدادا للمباراه القادمه يوم الخميس. وطبعا مباراه الاهلي القادمه هتكون يوم الاربع مع البنك الاهلي. فنتمنى التوفيق للفرق المصريه والفرق اللي هي يعني لها عامل اساسي في تدعيم المنتخب بكافه اللاعبين. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.